بص كده، في الأول الحلقة دي مقرفة وفيها معلومات مقززة جدا، فلو انت من النوع اللي بيتأثر يفضل ان انت تقلب الحلقة. بس قبل ما تقفل اعمل اللايك وسيب تعليق، لان مفيش تعليقات اصلا بتجيلي على القناة. وبعدها في عندك حلقات تانية كتير على القناة ممكن تروح تشوفها، زي مثلا فيديوهات عن اشطر مخلوقات القاع، او عن اغرب عادات الزواج، او حتى كمان القصص الحقيقية للافلام زي فيلم كونجورينج او اميت فالي او انابيلا. انا شخصيا جالي احساس بالغثيان اكتر من مره وانا شغال في الحلقه. تمام، ابتدي الحلقه. تخيل انك مسافر جزيره بعيده والناس هناك بيحتفلوا مش بالاغاني والرقص، لكن بطبق فيه بيض في كائن صغير شبه مكتمل، وتلاقي الناس بتاكله عادي. صدق او لا تصدق، كل الاكل الغريب اللي هتشوفه النهارده بيتاكل فعلا، ناس بتاكله وهي مبسوطه، وفي منهم اللي شايفه عادي جدا. في الحلقة دي هنشوف أكل استحالة كنت تصدق إنه موجود أصلاً أو بيتاكل. فعموماً بلاش نطول كتير، خلونا نبدأ. أنا إسلام سعد ودي قناة صندوق الدنيا. تخيل نفسك قاعد على ترابيزة أكل في قلب كوريا الجنوبية، وبيجي ليك طبق فيه قطع من اخطبوط صغير، شكلها لسه طازة ولونها لسه بيلمع. بس الغريب إن القطعة دي بتتحرك، بتتهز، وكأنها لسه عايشة. دي مش خدعة بصرية، دي أكلة اسمها سانكجي، من أغرب وأشهر الأكلات في كوريا الجنوبية. السانكجي بيتحضر من اخطبوط صغير، بيتقطع لحتت صغيرة بعد الصيد على طول، وبيتقدم وهو لسه بيتحرك. الناس بتاكله مع زيت سمسم وملح وصوصات تانية، وبيقولوا إن طعمه مقرمش وطازة جدا، بس لازم يتاكل بحذر. ليه؟ لأن الحركات الصغيرة اللي هو بيعملها ديت ممكن تسبب التصاق ليه بالحلق أو سقف الفم، ولو حد مش واخد باله ممكن تتسبب ليه في اختناق، وده فعلا حصل في بعض المرات النادرة. السانكجي بيكتشف جانب غريب جدا من علاقة البشر بالأكل. ناس بتشوفه أكلة مثيرة وتجربة استحالة تتنسي، وناس تانية بتشوفه مشهد رعب، لأنها أكلة مش لضعاف القلوب ولا للي معدتهم بتتعبهم مجرد ما بيشوفوا الأكل. تخيل إنك بتشوف بيضة عادية، لكن بعد ما تتعمل بالظبط بتتحول لحاجة شكلها غريب جدا. لونها من جوه بدل ما هو بيبقى أبيض وأصفر بيبقى أسود وأخضر، والقوام بتاعها بيتحول لهلامي، والطعم حاجة قوية وغريبة تماما. البيض الفاسد أو بيض القرن ده بيكون بيض الدجاج أو بطة أو بيضة سلحفة، وديت بتتحفظ لأسابيع أو لشهور في خليط بيكون ما بين الطين والرماد والملح، والطريقة دي بتخلي البيضة تتغير شوية، وبيتغير لون الصفار دوت للون الأخضر أو الأسود، وبياض البيضة نفسه بيبقى شبه الجيلي الشفاف. الناس في الصين بيحبوا ياكلوه كمقبلات، وفي بعض الأحيان بيقدموه مع صوص الصويا أو في أطباق مختلفة زي السلطة أو الشوربة. وبالنسبة للأكلة دي ممكن تكون غريبة لأول مرة تجربها، لكن بالنسبة للناس نفسهم اللي بيحبوا الأكلة دي بيقولوا إن هي ليها لذة تقليدية. تخيل إنك جعان وماشي في شوارع الفلبين، وفجأة تلاقي عربية صغيرة بتبيع بيض مسلوق، شكله عادي جدا من بره، بس أول ما تكسره تلاقي جوه البيضة دي كتكوت شبه مكتمل، ريش صغير، عظم، منقار، كل حاجة موجودة تقريبا. ده مش مشهد من فيلم رعب، دي أكلة اسمها بالوت، واحدة من أغرب وأشهر الأكلات الشعبية في الفلبين، وبتتاكل كأنها سناك عادي جدا. البالوت ده هو بيضة بط مخصبة، يعني فيها جنين بط حقيقية، بيتساب يكبر جوه البيضة لمدة من 14 ل 21 يوم، وبعد كده بيتسلق وبيتاكل زي ما هو. وفي ناس اللي بتاكله بالملح أو مع خل وتوم، وفي اللي بيشرب السائل اللي جوه قبل ما يبدأ ياكل البطة نفسها. اللي بياكلوه بيقولوا إن طعمه خليط ما بين البيض العادي واللحمة والمرقة، بس مش أي حد يقدر يتخطى شكله. في ريش صغير، وفي أوقات بتشوف العينين أو عظم صغير، ورغم غرابته البالوت ليه ناس كتير بتاكله، وبيتقال عليه إنه غني بالبروتين وبيزود الطاقة، وفي منهم اللي بيعتبره منشط للرجال، وكمان جزء من التقاليد والمواريث الشعبية هناك، وبيتقدم في بعض المناسبات كرمز للرجولة أو التحدي. البالوت مش مجرد أكلة، ده تحدي نفسي قبل ما يكون تحدي للمعدة نفسها. تخيل معايا جبنة شكلها عادي من بره، لكن أول ما تفتحها تلاقيها مليانة دود حي بيتحرك جواها. أكيد أنت عارف إن إيطاليا مشهورة بالبيتزا والباستا، بس كمان في أكلة تانية مشهورة بيها وهي كازو مارزو. تخيل معايا إن هي جبنة شكلها عادي من بره، لكن أول ما تفتحها تلاقيها مليانة دود حي بيتحرك جواها. دي أكلة حقيقية اسمها كازو مارزو، بتتقدم في جزيرة سردينيا الإيطالية،
وبتعتبر واحدة من أندر وأغرب أنواع الجبن في العالم. الجبنة دي وهي بتتحضر بيتحط ليها نوع معين من ذباب الجبن اللي بيفقس بيضه جواها. اليرقات أو الدود بيبدأ يهضم الجبنة من جوه، وده بيحول قوامها لحاجة شبه الكريمة. وطبعا الدود بيكون عايش جواها طول الوقت. اللي بياكلوها بيقولوا ان طعمها لاذع وقوي جدا ومليان نكهه، بس في ناس بتاكلها والدود لسه بيتنطط جوه الجبنه، وفي اللي بيشتروه قبل الاكل. الغريب ان الاتحاد الاوروبي منع بيعها لفتره بسبب الخوف على صحه المواطنين، لكن اهل سردينيا اعتبروها تراث واصروا ان هي تفضل موجوده، والنهارده بتتقدم بشكل سري او في مناسبات خاصه. تخيل كده في اندونيسيا انت تتفرج على طبق مش عادي خالص، طبق مليان حشرات غريبة كبيرة شوية ملونة وبتلمع تحت الشمس. الطبق ده مشهور باسم حشرات التنين، وده بيكون عبارة عن مجموعة مختلفة من الحشرات زي الخنافس والعناكب والصراصير، وبيتقدموا كوجبة شعبية في بعض المناطق هناك. الناس هناك بتاكل الحشرات ديت مطبوخة أو مقلية، وبتتقدم إن هي غنية بالبروتين، وطعمها بيكون زي المكسرات أو اللحوم المدخنة، وبيقولوا ان طعمها مميز وان هي بتقرمش. ده اكيد طبعا لازم تكون بتقرمش يعني. اللي بيجرب الطبق ده بيشوفوا ان هي تجربه جديده وغريبه ومغامره حقيقيه للعشاق الاكل الغريب. الحاجه الغريبه في الاكله دي واللي بيخليها مميزه مش بس الطعم، لكن كمان الكميه الكبيره من التنوع في الطبق نفسه، اللي بتخليك تحس انك بتاكل جيش صغير من الكائنات او من الحشرات بمعنى اصح. وعلى فكره هي بتتباع في اكياس مغلفه كمان. لو قلت لك إن في أكلة ممكن تموتك لو اتعاملت غلط معاها، هتقدر ساعتها تجربها؟ سمكة الفوجو من أغرب الأكلات في اليابان، واللي بتطلب منك تكون شجاع جدا وصيت عمياء في الطباخ نفسه. السمكة دي شكلها عادي، لكن جواها مادة سامة أقوى من السيانيد وملهاش علاج. نقطة صغيرة منها ممكن توقف عضلة القلب في دقايق. علشان كده مش أي حد يقدر يطبخ الفوجو. الطباخ لازم يكون معاه رخصة خاصة وبياخد تدريب بيستمر لسنتين علشان بس يتعلم ازاي يقطع السمكة دي من غير ما يلوث اللحم بالسم. بيتقدم لحم الفوجو في صورة شرايح صغيرة رفيعة جدا ومترتبة بشكل جميل جدا على الطبق، وبيوصفوا طعمه انه خفيف ونقي. لكن المتعة الحقيقية في الإثارة اللي بتحس بيها وانت بتاكله. الغريب بقى ان في ناس بتطلب أجزاء يكون فيها سم بدرجة بسيطة بس علشان يحسوا بتنميل خفيف في الشفايف وهما بياكلوا. دي مش أكلة، دي مغامرة حرفياً على حافة الخطر. تخيل إنك قاعد في مطعم أنيق ياباني أو صيني وتطلب طبق غريب اسمه شوربة ضفادع. تقول في بالك أكيد ضفادع مطبوخة، بس المفاجأة إن لما تفتح الطبق تلاقي الضفدع لسه بيتحرك. وطريقة تحضير الضفدع دوت إن الطباخ بيجيب الضفدع حي ويقطعه قدامك وياخد اللحم بتاعته ويقدمها لك نية شبه السوشي على طبق فيه خضار أو شرايح ليمون. وبالنسبة لباقي الجسم أحياناً بيتقدم جنب الطبق وهو لسه بيتحرك. الناس بتجربه بتقول إن طعمه قريب من الفراخ. الأكلة دي في ناس كتير مختلفة عليها، ناس بتشوفها جزء من ثقافة الأكل الجريء، وناس تانية بتعتبرها قسوة على الحيوانات، لكنها موجودة وبتتقدم في مطاعم حقيقية وسط دهشة السياح وجراءة الناس اللي بتاكل الأكلة دي نفسها. بس اللي أكيد إن دي مش شوربة عادية ولا تجربة ممكن تنساها بسهولة. تخيل نفسك في شارع زحمة وضيق في هونج كونج وبتشم ريحة غريبة ومغلية جاية من محل صغير بيقدم أكلة مش عادية، بيقدم شوربة التعابين. الشوربة دي مش بس أكلة، دي تقليد قديم جدا في هونج كونج. بيعتقدوا إن هو بيدي طاقة وقوة وكمان بيعزز المناعة. الشوربة دي بتكون معمولة من أنواع مختلفة من التعابين، أغلبها بيكون تعابين مش سامة، بتتقطع لقطع صغيرة وبتطبخ مع مكونات زي الزنجبيل أو العسل وبهارات اللي بتدي طعم مميز، وبتتقدم وهي سخنة. القوام بتاعها بيكون خفيف والريحة قوية وشبه الدخان، واللي بيشربها بيحس بالدفء من جوه خصوصا في الأيام البرد. الناس هناك بتعتبر إن شوربة التعابين دي علاج طبيعي ووجبة غنية بالفوائد الصحية، وبتتقدم في مطاعم متخصصة أو في أكشاك صغيرة في الشوارع. شوربة التعابين مش مجرد أكلة، دي تعتبر جزء من الثقافة، وبالنسبة لهم بتجمع ما بين الطعم والفوائد في طبق واحد. وفي الآخر الأكل مش دايما وسيلة للبقاء، ساعات بيكون مغامرة. أطباق العالم مليانة غرايب وأكلات ممكن تخلي معدتك تتقلب من مجرد سماع اسمها بس في ناس تانية بالنسبة لها الأكل ده بيكون كنز وثقافة ومصدر فخر وذكريات طفولة. وفي الآخر بقى في أكلة من الأكلات اللي أنا قلتها ممكن تجربها أصلا، ولا خلينا في أكلنا العادي زي الرنجة والفسيخ والملوحة أحسن؟ وفي آخر الحلقة ما تنساش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة
والكلام الجميل ده كله، وتسيب لنا تعليق تقول لنا ايه رايك في المحتوى اللي احنا بنقدمه، واستنونا في حلقه جديده من قناه صندوق الدنيا.